تعال اقول لك على افضل 3 طرق تعرف بيهم السلك بتاعك السويدي اصلي ولا مضروب. وعلى فكره مش لازم سويدي اصلا، اهم حاجه السلك يكون معتمد حتى لو من ماركات تانية. وعشان تعرف هو اصلي ولا لا لازم تعرف اصلا هو بيتضرب ازاي. السلك عموما بيكون عباره عن نحاس معزول، كل ما نسبه النحاس دي تقل في السلك عن النسبه اللي حطها شركه السويدي في كابلاتها، كل ما السلك ده يبقى غير معتمد ومضروب. وده يودينا لنقطه مهمه جدا، ان نسبه الضرب هنا بتختلف من واحد عنده ضمير شويه من واحد ما عندوش خالص. فتسمع ان في اسلاك مضروبه بنسبه 10% واسلاك مضروبه بنسبه 80%، والنسبه هنا بتدل على نسبه النحاس اللي ناقصه في السلك زي ما قلت لك حسب ضمير البياع اللي انت هتشتري منه. طيب اعرف منين بقى ان هو اصلي ولا مضروب؟ اول حاجه وزن لفه السلك نفسها. شركه السويدي نفسها نزلت بيان فيه الوزن الحقيقي لكل لفه هي بتبيعها، يعني الواحد ونص غير 3 مللي غير 6 مللي وهكذا. فببساطه كده اوزن اللفه وقارنها بالجدول اللي منزلاه الشركه. بس احب اصدمك، عملوا سلك مضروب بنفس الوزن بالظبط بس بكميه نحاس اقل، فما فيش حاجه تقف قدام معدومين الضمير والله فظاع. الحاجه الثانيه الكيو ار كود. اي لفه بتشتريها من السويدي بيكون عليها كيو ار كود، بتعمل له اسكان بابلكيشن السويدي بالموبايل وبيقول لك هو اصلي ولا مضروب. بس احب اصدمك للمره الثانيه واقول لك ان في ناس بتشتري الباركود ده وتلزقه على الاسلاك المضروبه اللي مش اصليه. مفيش حل يعني. الحاجه الثالثه والاخيره هي مقاومه السلك نفسه. فلو اشتريت سلك ومش عارف هو اصلي ولا مضروب ممكن تروح عند اي كهربائي ويقيس لك المقاومه بتاعته. وفي النهايه احب اقول لك خليك في الامان واشتري من حد معتمد، يا اما من مقر الشركه الرئيسي او من مؤسسه جبريل، وده الوكيل المعتمد لشركه السويدي. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.